ناني بيضيع اول فرص البرتغال وبيحطها فوق العارضه، بيرد جريزمان بكره بعيده عن مرمى باتريسيو. ديمتري بايت بيخش في رجل رونالدو وبيجيب له اصابه، بس رونالدو بيصر ان هو يكمل. جريزمان كان هيخطف اول هدف وبيحط كره براسه بيشيلها باتريسيو بصعوبه. فرنسا الاخطر وجيرو بيحط كره براسه بيمسكها الحارس. رونالدو بيقع تاني والطبيب بيقنعه ان هو ما يكملش المباراه، بس برضه بيكمل تاني ويقوم ويلعب. الدبابه سيسوكو بيحط صاروخ بس فوق العارضه بشويه، وزي ما كان متوقع فرنسا هتلعب وتستحوذ والبرتغال هتلعب على المرتده، بس في المره دي التالتة ثابته ورونالدو يقع تاني وما يقدرش يكمل المباراه ويطلب بان هو يخرج. وفي اللحظه دي كلنا قلنا ان فرنسا بنسبه 100% هتتوج باللقب، لان اهم اسلحه البرتغال وقائدهم اتصاب. ولكن تعال نشوف ايه اللي حصل. سيسوكو كان واكل الاخضر واليابس وبيحط صاروخ في الجول، بس باتريسيو موجود. البرتغال بتحاول بس بكره بعيده قوي وبيخلص الشوط الاول، واكيد فرنسا هتاكل البرتغال في الشوط الثاني. وبيبدا الشوط بتسديده بول بوجبا وبعيده عن المرمى. الثانيه سهله من جريزمان في ايد باتريسيو علشان يجي جريزمان ويضيع اهم واسهل كوره في المباراه. كوره جت فوق العارضه بكام سنتي وجريزمان الاخطر لحد دلوقتي. بعدها فرنسا بتروح بكوره عن طريق جيرو وبيضيع هدف وبيشيلها باتريسيو. البرتغال بدات تتحرك وترجع في المباراه بكوره ناني اللي بتقع من لوريس وبيلعبها كواريسما بستايل حلو، بس لوريس بيصلح خطأه. الثانيه من ناني بس بعيده عن لوريس، بيرد عليهم سيسوكو بصاروخ حرفيا ومش عارف ازاي شالها باتريسيو. عامل مباراه اسطوريه لحد دلوقتي. بعدها جينياك بيضيع اغرب كوره في المباراه بعد ما حطها في القائم، وفرنسا ضيعت اهداف ما تضيعش. وبيخلص الشوط الثاني وبيبدا شوط ثالث اضافي. البرتغال هي الاخطر وبيبي بيلعب كوره براسه كلنا شفناها في الجول، بس بنتفاجئ انها بره. الثانيه من ايدر اللي بيحط كوره براسه بس لوريس بيشيلها ورونالدو هيتجنن بره. وبيخلص الشوط الثالث وبيبدا الشوط الرابع الاضافي. كوره ثابته من البرتغال وبيحطها جيريرو في العارضه، والبرتغال نازله ضرب في فرنسا في الاشواط الاضافيه لحد ما تيجي الدقيقه 108 وايدر بياخد كوره ويمشي بيها. ملا غول مسيب، ملا غول مسيب، عداله 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 جاباله. اي 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 شواو كواور كيب النار كيب النار كيب النار. ادار 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 جولاتو جولاتو جولاتو. غاب الدون فحضر الفدون. ضربه قاضيه من البرتغال ورونالدو حرفيا هنا بقى بيعيط، مش مصدق ان اللعيبه دي عملتها قدام منتخب غول، منتخب كله نجوم، بس لسه فاضل حوالي 10 دقايق. تعال نشوف ايه اللي حصل. البرتغال حرفيا كانت بتموت المباراه وبتفسك كل هجمات فرنسا لحد ما مارسيال حط كره كانت هتبقى جول لولا تدخل بيبي فيها. وبيصفر الحكم اخيرا وبيعلن رسميا تتويج رونالدو باول القابه مع المنتخب. لايك واستناني في ملخص اجمد يا وحش.